الله يا الله، أنا كنت بالغابة وضيعت الطريق، ما عرفان أروح يمين شمال. يا رب، أنا تذكرت حديث النبي: يا عباد الله أغيثوني، يا عباد الله أعينوني. يا الله. ايه مين هذا؟ بسم الله. شو بتعمل هون انت؟ بسم الله. شو بتعمل في الغابة اللي عندنا هاي؟ يا أخي أنا ضيعت الطريق، الله يرضى عليك، منين الطريق على المدينة يا حبيبي؟ يا أخي يا أخي ما عندك طيب تطبيق سنة النبي صلى الله عليه وسلم في هيك موقف؟ نعم، أنا قلت يا عباد الله أغيثوني، يا عباد الله أعينوني، فالله بعث لي إياك. الله يجزيك الخير يا أخي. تعال من هون. من وين الطريق يا أخي؟ من هون امشي ورا. الله يرضى عليك، الله يبارك امشي فيك، الله يجزيك الخير، جزاك الله. فحديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان أحدكم بأرض فلا ضيع له متاعه، ضيع دابته أو ضيع الطريق أو أضاع له شيء، فليقل يا عباد الله أعينوني، يا عباد الله أغيثوني، فالله يهيئ له عبادا له من الملائكة أو من الجن أو من الإنس، يعني يقضون له حاجته. فهمت علي حبايبي؟ إذا ضيعت شيء وكنت بطريق أو ضيعت شيء أو كذا كنت، فقل هذا الدعاء. والحديث الذي قلته هذا ضعيف ضعيف ضعيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.